6 مصريين ضد جيش كامل، والنتيجة مذبحة. القاهرة في الأربعينات كانت تحت الاحتلال الإنجليزي. البلد كانت مخنوقة، جنود الإنجليز في كل شارع، لكن في عز الضلمة دي ظهرت فرقة اسمها الغربان. 6 رجالة قلبهم من حديد، أقسموا إنهم يخلصوا البلد منهم. واحد منهم بسبب مركزه قدر يوصل لمعلومات بتقول إن في سفينة إمدادات جاية مينا اسكندرية يوم الاثنين الجاي، وأول عربيتين للإمدادات هيوصلوا القاهرة يوم الأربع اللي بعده. فاتجمعوا في القبو بتاعهم يوم في التاني بيخططوا لأول عملية، والخطة اتنفذت كالتالي. كانوا مستنيين العربيتين يوصلوا لأكتر منطقة شبه معزولة بعيدة عن عيون الإنجليز، شارع فاضي تماما على مداخل القاهرة. وقرروا يعملوا كمين إنجليزي، لبسوا الزي ونصبوا الكمين. وأول ما العربيتين جم وفي مشهد مفاجئ لا يتعدى ثواني، وقفوا حوالين العربيتين من كل اتجاه وفتحوا النار عليهم. خدوا السلاح وزعوه على الفدائيين والمؤن على الأهالي. دورية إنجليزية بعد شوية وصلت للعربيات وشافوا المشهد المفزع، كل جنودهم ميتين والعربيات متدمرة والبضاعة مسروقة، والمكان كان مليان غربان. من هنا جه اسم الغربان. قائد الدورية بعت عربية تروح للكامب تجيب مساعدة، وبعد دقايق من خروج العربية الدورية بالكامل انفجرت. الغربان كانوا مالين المكان بالألغام والديناميت. لما المساعدة جت لقيوا المكان كله جثث، الحصيلة 4 عربيات متدمرة و16 جندي إنجليزي ميتين. الجندي اللي راح يطلب المساعدة حكى على كل حاجة شافها أول ما الدورية وصلت. الإنجليز اتجننوا وأقسموا إن اللي عمل كده هيتصحى، لكن اللي حصل بعد كده كان بداية الجحيم. ما تنساش تاخد لفة في القناة لأنها هتعجبك جدا، والسبسكرايب أكيد. شكرا.